احمد بلال طلع من يومين وقال ان ملهاش لازمه يعني فرقه الزمالك تروح، كده كده اصلا الاهلي فايز ونسبه 100% الاهلي فايز عن المباراه، وحتى لو فرقه الزمالك راحت هتروح هناك ما ممكن مش هتجيب كره على العارضه اصلا ولا هتشوف هجمه على الشناوي. فطبعا انا يعني انا لو مكان لعيبه الزمالك الصراحه وشفت التصريح ده انا هنزل اكل النجيله. انت ليه بتخلق حافز الزمالك؟ يعني الاجواء كلها مترتبه ومتنظمه ان الدنيا هاديه والدنيا جميله والاهلي مسيطر، والاهلي لو فاز فالموضوع نورمال. يعني هم الفريق التاني بدا يتحط في دماغه هو وجمهوره ان حتى لو خسرنا عادي، ما هو الاهلي حلو والزمالك وحش. فانت ليه بتخلق حافز؟ ليه بتستهتر بفريق الزمالك؟ ليه الغرور؟ ما اعرفش. يعني احمد بلال على فكره دايما يعني في القناه كان برضه في قناه النادي الاهلي كان بيقعد يقول تصريحات كده ما كانتش موفقه خالص. المهم طلع بعديها بيومين او طلع امبارح واعتذر، مفيش مشكله. بس يعني قبل كده حصل الموقف ده برضه لو خدت بالكم، في حاجات كده بتحصل تخلي الواحد ما يكونش متفائل الصراحه يعني، وبتحصل مننا احنا يعني مش منهم هم. الاستاذ ابراهيم منيسي كان عمل في ماتش الزمالك اهلي والزمالك من سنتين ثلاثه كده، عمل مجله بتاعت غلاف، مجله النادي الاهلي القمه يوم الخميس والاهلي العريس. راح مرتضى منصور راح واخد الغلاف راح حطه على اوضه اللبس على باب كل دولاب كل لاعب، اتفضل شوف الاهلي بيقول عليك ايه. خسرنا 2-1، فايه لازمتها؟ يعني ايه لازمتها؟ وبعدين انت فوق قوي، فليه تبص لتحت وتقول تصريح زي ده؟ الا اللي عشان انت بقى عايز تعمل زوبعه عليك وعايز تعمل عايز تسلط الاسبوتات عليك. ما اعتقد يعني انت ككادر اعلامي ما ينفعش تطلع تقول التصريح زي ده الصراحه.